حبيت النهارده اتكلم معاكم على حاجه مهمه جدا، وهي بيع على امازون او البيع عموما الاونلاين. في بس شويه اساسيات كده محتاجين نحطهم مع بعض تبقى عارفها لما تبدا تبيع. لان الموضوع لما بتبص للبيع من وجهه النظر اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، هتكتشف ان انت في حاجات كتير او في حاجات كتيره جدا احنا بنعملها غلط اثناء الاساس، او انت بتحط الاساس للبيع اونلاين. الحاجات دي مهمة جدا انت تبقى عارفها. انت في مصر لو انت بتبيع مثلا في امازون مصر، فانت ممكن تجرب الكلام ده وبعدين تكتشفه بعد فترة. انا جاي لك من الاخر بقول لك الصح كان ايه. ولو انت بتجرب في اسواق بره زي الامارات او السعودية او امريكا او بتبيع في اي دولة تانية، الموضوع بيبقى فيه ريسك. فالبيانات دي او اللي انا هقول لك عليه النهارده ده الحقيقة، يعني زي ما اكون كده بقول لك الملخص اللي انا اتعلمته مثلا خلال 3 او 4 سنين شغل مع امازون في 3 دول في الخليج. مبدئيا انت لما بتيجي تبيع على امازون، اعتبر نفسك دايما ان انت داخل في سوق من الاسواق، وفي محلات كتيره جدا قدامك بتبيع. ممكن تكون بتبيع نفس المنتج، وممكن يكون في اختلافات بسيطه بينك وبين المنافس او المحل اللي جنبك في نفس المنتج. وبالتالي انت كمشتري، انت بقى كمشتري لما بتيجي تختار ما بين المحلات دي بتروح للمحل اللي طبعا اول حاجه عينك بتيجي عليها هي بالنسبه مثلا للبيع اونلاين بتيجي على الصوره. بالنسبه للمحل في الشارع ممكن يبقى الفاترينا، طريقه العرض بتاعته، الاضاءه، الكلام ده. فانت النهارده لو لقيت منتج من المنتجات، نفترض مثلا سماعه تليفون مثلا انت محتاج تشتريها، وفي محلين بيبيعوا نفس المنتج ده والاثنين جنب بعض، واحد عارض الحاجه بشكل كويس والتاني مش عارض الحاجه بشكل كويس او حاططها كده وخلاص، انت اوتوماتيك هتنجذب للي عارض الحاجه بشكل كويس او اللي صورتها كويسه عنده. بالرغم ان ممكن يكون هو نفس المنتج تماما، مفيش اي اختلاف. بالعكس، ده ممكن يكون اللي مش عارض الحاجه بتاعته بشكل كويس يكون عنده الخامات بتاعته افضل من التاني، بس هو مش قادر يعرضها كويس. وبالتالي في شويه عوامل كده انت لازم تعتمد عليها او تاخد بالك منها لما تيجي تعرض على امازون شغلك. بداية من إن أنت لازم يكون عندك العرض يكون الخاص بالصور. طبعا أنت أمازون في ريتنج أو في تقييم بيتم للليستنج اللي أنت بتحطها على أمازون. أي منتج أنت بتضيفه بيبقى ليه ريتنج. الريتنج ده في ابلكيشنز بتحسبه، والابلكيشنز دي طبعا انت لما بتحسبه مجرد ما بتزيد عن 7 من 10 بيبدا ظهوره بيبقى كتير للعملاء، وامازون بترشحه، بتوديه في البدايات، يعني بيتفوق على عدد كبير. ففي الجزء الاول انت لازم تشوف الصور اللي انت حاططها يكونوا 7 صور للمنتج، يكونوا صور واضحه، خلفيه بيضاء، تكون الصور اللي انت هتحطها موضحه كل استخدامات المنتج، مفيش حاجه مخفيه فيها. وحط الصور على قد ما تقدر من جوانب مختلفه بحيث العميل لما ياخد قرار الشراء يحس ان هو بيختار صح. الجزئيه الثانيه الشرح والوصف بتاع المنتج. في حاجه اسمها نقاط القوه او البوليت بوينتس اللي انت بتلاقيها دايما بتظهر تحت وصف المنتج. دي برضو لازم تاخد بالك منها وتتاكد ان انت بتكتب مواصفات المنتج بشكل صحيح، ما بتغلطش في حاجه فيها والدنيا تكون تمام، وبعدين تنزل تحت تكتب الوصف. غالبا اي واحد بيدخل فينا بيشتري من على امازون بيشوف اسم الوصف المنتج، بيشوف البوليت دي او الحاجات الاساسيه، وبعد كده بيشتري. لو واحد تاجر تاني جنبه عنده نفس الصفحه نفس المنتج بس مش حاطط البوليت بوينتس او النقاط القوه اللي موجوده عنده في المنتج في البدايه، صدقني احنا اغلبنا مش بيروح لحد الوصف، لان انت على ما بتوصل للوصف بيكون في دعايه وحاجات كتيره جدا في النص، فانت بتزهق وبتخلع. فالموضوع ده مهم برضو. النقطه الثالثه، ودي برضو على فكره تتفوق على النقطتين اللي احنا قلناهم في الاول، هو السعر. النهارده انت لو بتبيع نفس المنتج اللي بيبيعه 10 اشخاص، هو نفس المنتج، نفس الماتيريال، نفس كل شيء، انا ايه اللي يجبرني كمشتري ان انا ما اختارش ارخص واحد طالما ان الجوده بتاعتهم كلهم واحد؟ فبرضه انت لازم تبقى عينك على السعر وانت بتختار هتسعر منتجك بناء على ايه. الجزئيه دي مهمه جدا اثناء تسعير المنتجات. انا مش حابب الحقيقه اطول عليكم اكتر من كده. دي كانت بعض النقاط المهمه جدا اللي انت لازم تبقى واخد بالك منها وتحطها في دماغك قبل ما تبدا تشتغل في اي سوق من الاسواق دي. وزي ما قلت لكم طبعا انا عملت لكم جروب على الفيسبوك، ممكن ندخل نتناقش فيه، حد عنده مشاكل او حاجه نتناقش مع بعض.
وبالنسبه للكورسات او الاستفسارات اللي من النوع ده ممكن تبعتوا لي على رسائل الصفحه وهتواصل معاكم ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه.